بأول حلقة من برنامج بين الناس، واليوم حنجرب نعمل مقابلات بين الناس لحتى نشوف كيف كان أداء الرئيس السابق نجيب ميقاتي. عم شو رأيك بأداء الرئيس السابق نجيب ميقاتي؟ اوه العمى جبت هلا انت شغله معلم على حبه البركه جبتها. اوف ليه؟ معلم هيدا زلمه ما في منه، بس شو بدي اقول لك، وعدنا طرابلس البيحاء، وعدنا معلم كيف نوقف على الدور معلم، لانه هيدي هو البلد طرابلس حريه وديمقراطيه. يعني مفكرين حولنا انه والله حكينا كلمتين مثلا على التلفزيون عن فلان وعلين يجي يشحطونا، لا هيدي صعبه عليهم. وعدنا باشياء كثيره. دولة الرئيس ميقاتي ما في منه بالدنيا، بس برجع بقول لك ما خلوه يشتغل. اهل بلده اهل منطقته طرابلس بالعم يعني شبابه موتهم. لك على الراس نجيب الميقاتي ما قدم شيء للبلد، هذا الحقيقه يعني. طيب ومنيح، وكان هو حبل هالحمله كليتها بوقت الحال. والله هذا على دوره. العالم عايشه بتعتير، فهمت علي كيف؟ الفقر، قلة شغل، اجارات طلعت، الدولار طلع، هذا على دوره. والله نجيب ميقاتي احنا كطرابلسيه على راسنا وعنا نجيب ميقاتي، بس عمل كم شغله غلط لانه عندنا من طرابلس، بس كان لازم تكون اداؤه احسن. يعني ما في الا شغله واحده بس، الله يرحمنا برحمته. صعبه كانت كثير عليه، وحيالله انسان بيصيب وبيخيب، وهو صاب وخاب، وشغل كثير من شباب طرابلس، وعمل يعني اشياء كثير منيحه، وفي اشياء اكيد يعني عينه ما كانت على طرابلس كثير. تبعت شو؟ حاج نجيب ميقاتي انسان كويس، انسان منيح، بس ولكن انتبه عليه انه يعني ما عمل شيء مثل مصانع مثلا، مثل بالمينا في يعمل، في يظبط كورنيش المينا، في يعمل شغلات كثير، انشاءات يعمل. هلا هو اشتغل ايام رمضان زمان بقلب مجلس النواب قالوا له رددوا شعار تبع علم لبناني، والله العظيم ثلاث ارباعهم كانوا حافظينه كانوا والله. يعني كله للعلم للعلا للوطن، بعرفوا قولوها كلها والله اقسم بالله العظيم. اجى واحد صار يتهتئ معلم، لك وطنك لما انت وزير، لما انت وزير لازم انت تحفظ هيدي. هن منهم حافظينها، بس هن ايمتى رددوا الشعار بقلب المجلس؟ ولا مرة ولا مرة. قالوا له رددوا شعار